ارتفاع مستوى السكر في الدم بيعتبر مشكلة معروفة لأصحاب مرضى السكري، وهي حالة بتنشأ لما البنكرياس ما ينتجش كمية كفاية من الأنسولين، أو الجسم ما يبقاش قادر على استخدام الأنسولين بشكل كويس. ولتجنب المضاعفات الصحية المرتبطة بارتفاع السكر، بيشدد الأطباء على أهمية الفهم الجيد لطبيعة المرض واتخاذ خطوات وقائية وعلاجية مناسبة. والنهاردة في المصرية هنقدم لكم نصايح سهلة وخطوات بسيطة عشان نقدر نسيطر على مستويات السكر في الدم. بس لازم الأول نبقى عارفين نوع السكر إيه. في نوع لازم له علاج بالأنسولين بس، وفي نوع تاني يمشي معاه نظام غذائي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية عند اللزوم، بس نبقى عارفين النوع. ودلوقتي يلا بينا على نصايحنا. في الأول لازم تعرف إن الترطيب عامل أساسي، وشرب كميات كفاية من المية عشان نحفظ مستويات السكر تحت السيطرة. والمية بتساعد الكلى على التخلص من السكر الزيادة عن طريق البول، وبيفضل استبدال المشروبات السكرية بالمية للحفاظ على مستويات جلوكوز مستقرة. تاني حاجة النظام الغذائي المتوازن. بالرغم من عدم وجود دليل علمي على إن نوع معين من الأكل بيخفض مستوى السكر مباشرة، لكن من المهم اختيار الكربوهيدرات المعقدة زي الحبوب الكاملة والبقوليات، ودي بتبطئ عملية الهضم وتقلل من ارتفاع السكر المفاجئ، مع ضرورة الابتعاد عن السكريات البسيطة الموجودة في المشروبات الغازية والحلويات. تالت حاجة ودي مهمة جدا هي النشاط البدني المنتظم. ممارسة التمارين الرياضية بتعتبر جزء أساسي من إدارة السكر، عشان النشاطات زي المشي أو تمارين القوة بتساعد على امتصاص الجلوكوز من قبل العضلات واستخدامه كمصدر للطاقة. وكمان الدكاترة بينصحوا بممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة كل أسبوع للحفاظ على الصحة العامة ومستوى السكر. وآخر حاجة الوقاية والمراقبة المستمرة، ودي خطوة جوهرية في إدارة السكر. كمان اختيار الأكل المناسب وممارسة الرياضة بانتظام ممكن يقلل من فرص ارتفاع السكر. كمان مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم للكشف المبكر عن أي تغييرات وإدارة الحالة بشكل أفضل. قولولنا بقى في التعليقات إيه أكتر حاجة شايفينها مهمة في النصايح دي وممكن تعملوها باستمرار.